السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم الوصفة ديال الطرايب، واحد الوصفة اللي خطيرة صحية واقتصادية، غتحتاجوها إن شاء الله في السحور ديال رمضان أو الفطور. فيها واحد المواد اللي خطيرة، فيها إلان، فيها القمح أو الهربل، مواد اللي واعرة غنحتاجهم هكا في السحور ولا في الفطور. المهم غدوزي نهار كنتي واقفة على الصحي إن شاء الله. وغادي نبداو على بركة الله. لهاد الوصفه غادي نحتاج 2 ديال الحليب، اي نوع حليب عندكم تقدروا تخدموا به، هذا او الحليب المعقم ولا حتى نيدو راه كيجي به الريب غزال. غادي نجيب واحد الطنجره كنحط فيها هذاك الحليب، وغادي نحتفظ بواحد الكاس، غنخلي القياس ديال الكاس على الجنب. غادي نزيد عليهم كاس ديال سنيده. الحلاوه راه كتجي هي هذيك، اللي ما كيبغيش السكر ينقص صافي. غنحرك مزيان وغادي نرجع هذا الحليب طلع لي فيه الغليه. داك الكاس اللي خليت غادي نديرو في الخلاط الكهربائي، في الكاس ديال الخلاط غنزيد عليه 2 د الياغورت بالنكهه ديال الفاني. ضروري ديروا الفاني باش يجيكم مذاق زويون. غادي نزيد عليه واحد الخنيشه ديال السكر فاني باش كنعزز الذوق وصافي. وغادي نطحن هذا الشيء كامل باش ما يبقاوش ليا دوك التكتلات. اللي جاتو هاد الكميه ديال 2 طرو كثيره يدير غير يطرو صافي. من بعد ما غلى الحليب كنزلو كنخليه حتى كيبرد، ماشي كيبرد وانما كيولي دافي. كندير صبعي كنقدر نتحمل الحراره. غادي نزيد عليه هذاك الخليط باش كنبردو. كنخلط هادوك الخمائر اللي كاينين في الياغورت هما اللي كيخمروا لينا الرايب ديالنا. وغادي نخويه هكا في قريعات ولا في كاس ديال الزاج اللي متوفر عندكم خدموا به. انا عندي هنايا هذا الكاس. غادي نعمر الخليط، بقى لي منه واحد شويه. غنديرو في واحد هكا زليفه ولا مول، وغادي نغطيه مزيان بالسلوفان. الا كانت القرعه يكون حسن، حيت كتغمق وكيرجع هذاك الصهد على داك الريب في ساع كيروب لينا صافي. من بعد ما عمرت هاد القريعه غادي نخليه ليله كامله، ولكن ضروري كتغطوه بشي كاشه ولا شي فوطه، ولا ديروه في الفران وسدوا عليه، ولا في الكوكوط حتى هي كتسدوا عليها. راه كيصبح رايب تبارك الله. هنايا عندي هربل ديال القمح، الا لقيتو ديال الشعير استعملوه راه كيجي واعر حتى هو. وعندي ايلان، وراكم عارفين المنافع اللي في ايلان، ما غاديش نعاود لكم عليها. غادي نغسلهم مزيان ونبيتهم ليله كامله حتى الصباح ان شاء الله. من بعد ما سلقتهم ها النتيجه ديالهم. وعندي هنايا شويه د الفواكه، كتستعملوا اي فواكه متوفرين عندكم، ما بغيتوش تستعملوهم ما يحتاجش. راكم عارفين رمضان كيكون الانسان صايم نهار كامل وهو بالجوع وبالعطش. سبحان الله العظيم كتبغيو شي وصفات اللي يكونوا زويونين بحال هكا كيوقفوكم على الصح. الرايب ديالي من بعد ما بات ليله كامله هو هذا، دخلته للثلاجه تقريبا واحد ساعه، حيت هذه الوصفه كتقدم بارده. وحركته مزيان حيت بغيتو يكون خفيف ما يكونش قاصح. وغادي ندوزو باش ندريسيو الرايب ديالنا. كندير واحد المعلقه هكا ديال الهربل، غنزيد عليها معلقه ديال الايلان. الا البنات غير ديروه راه واعر خطير وزوين بزاف للعظم. وغادي نخوي فوق منه هكا شويه د الريب، ونزيد شويه د الفريز وشويه د البنان، كيبقى لكم الاختيار. وغادي نزينو بواحد شويه ديال الصلصه د الفريز، وكل واحد كيزين بالطريقه اللي كتعجبو. الوصفه ديالي هي هذه، وصفه اللي زوينه وغزاله وصحيه وطبيعيه. استعملوها هكا في رمضان، راها زوينه بزاف البنات، خاصه في السحور شي حاجه طوب ديال الطوب. الفيديو ديالي كان هو هذا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من لايك، تعليقات زوينه، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، وحتى نتلاقى معكم في فيديو جديد ان شاء الله.